الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا وحبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، صفوته من خلقه وحبيبه، رحمته للعالمين أجمعين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة للسالكين لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، يعني جاءتني رسالة من بعض الإخوة المتابعين ومن الأحبة فيها مقطع للمدعو الشيخ محمد أبو بكر، وهو من الشخصيات التي تظهر في على الشاشات وعلى القنوات الفضائية. هذا المقطع في الحقيقة مخزي، يعني هذا المقطع لا يليق أبدا بحال من الأحوال أن يتبناه طالب علم، لا أن يتبناه رجل في مكان عالم ويظهر ويخرج على الناس في صورة العالم. والعالم في الإسلام هذا أمر له خطره، العالم في الدين له خطره، له مكانته. فعندما يخرج رجل في صورة عالم ويقول للسيدة الفاضلة المذيعة أو الإعلامية كما يعني يحبون أن يقال لهم، وبعدين يروي قصة حدثت له مع إحدى المتصلات من المذنبات. هذه المتصلة أخبرت فضيلة الشيخ أن زوجها كان مقلا معها في المشاعر، كان مقلا مع زوجته في المشاعر. يعني إيه في المشاعر؟ يعني الراجل مش رومانسي، الراجل مش رومانسي. ما هو الأم في ناس كتير كده، واحد مش عارف يتعامل مع زوجته، ربما يكون لضغط في عمله، لقلة وقت، أو أن هو جاف في المشاعر أو ما إلى ذلك. طيب وبعدين إيه المصيبة اللي حصلت؟ هل الست ديت رفعت خلع، طلبت خلع مثلا، أو طلبت طلاق للضرر، رفعت قضية، أو قالت له تعالى عند المأذون عشان أنا أبريك وتروح لحالك وأنا أروح لحالي؟ ما هو مش عيب، يعني مش عيب. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. مش عيب إن الست تقول أنا خلاص، أنا عشت معاك سنتين، عشت معاك 4، عشت معاك 10، بس مش قادر أكمل. ده مش عيب. مش عيب إن الست تكره الزوج، لأن الكره والحب عمل قلبي مش بإيديها. واحنا شفنا أول حادثة، أول واقعة وقعت في الخلع في الشريعة الإسلامية كانت على عهد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام لا تردين إليه حديقته؟ قالت نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام للزوج اقبل وطلقها تطليقا. خلاص هي مش قادرة تعيش. لا، الهانم بقى اللي اتصل على الشيخ محمد أبو بكر كما يقول هو، احنا ما كناش معاهم في المحادثة، كما يقول هو ان هو جاف في المشاعر وما بيقعدش يتكلم معاها، يعني الراجل مش رومانسي معاها، ما بيلاعبهاش، بتستلف منه الكلام زي ما هو بيقول. ده هو اللي بيقول على الشاشة، هو اللي بيقول في المقطع. وبعدين يا عم الشيخ، فقالت له أنا عم الشيخ يا مولانا فضيلة العالم، قالت له الله أعلم، يا قالت له إيه؟ ده مكالمة خاصة بينها وبينه، ونحن لا نسيء الظن لا به ولا بغيره.
إنما دي حقائق مرة. فتقول له أنا دلوقتي حامل من الزنا، أنا زنيت، شفت واحد غيره وزنيت وأنا حامل من الزنا. فضيلة الشيخ الكبير بقى يقول لها إيه؟ ده بيقول للمذيعة، ده بيقول لنا إحنا، ده عايز يربينا إحنا على المساوئ. فبيقول أنا كدت أن أنحني لها احتراما. كدت يا عم الشيخ يا مولانا أن تنحني لها احتراما؟ ليه؟ هي أعادت الأقصى؟ هي عملت بحث علمي خطير نفع البشرية؟ هي كانت جاية من حج ولا عمرة؟ هي نشرت الفضائل؟ يا مولانا ده بتقول لك أنا زنيت، كدت أن تنحني لها احتراما؟ يا راجل اتق الله يا محمد، اتق الله، ده أنت اسمك على اسم سيدنا النبي، والكلمة نور وبعض الكلمات قبور. وما تيجي واحدة لا قدر الله يعني ماشية في الرذيلة وتشوف فضيلة الشيخ بيقول عن واحدة زنت وهي بتعترف، بتقول له أنا زنيت وولدت، جابت 2 من الحرام، كدت أن أنحني لها احتراما. ده كلام لا يقوله جاهل، لا يقوله أحمق، لا يقوله منافق. ده احنا لو عرضناها على عبد الله بن أبي رأس النفاق هيبقى ليه وقف. إنما أنت طالع بالعمامة الأزهرية وبتتحدث في التلفزيون عن قال الله قال رسوله، وبعدين تطلع تقول إنها أخبرتك بأنها زنت وأنجبت 2 من الزنا، وبعدين كدت أن أقف لها احتراما. والسيدة الفاضلة المذيعة تطأطئ رأسها وكأنها موافقة، هي لا توقف حتى عن الحديث. ما هو حديث ناس لا يقوله سكران، لا يقوله مخمور، هذا الكلام لا يقوله رجل عنده مسحة علم. لا أقول عنده علم، أقول لا يقوله رجل عنده مسحة من علم، ريحة العلم، ما شمش ريحة العلم. يا أخي اتق الله، تنحني لها احتراما. طب أقول لك على حاجة، الشريعة الإسلامية منعت الانحناء، يعني أن ينحني الرجل للرجل عند استقباله أو عند سلامه أو عند تحيته، هذا ممنوع. والذي منع هذا لست أنا، إنما الذي منع هذا هو الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يلقى أخاه أينحني له، قال لا. أينحني له؟ قال لا. في شرعتنا منهي عن أن ينحني رجل للرجل. لماذا؟ لأن الانحناء يعتبر نصف ركوع، والركوع لا يكون إلا لله، وهذا جزء من الكل الذي هو لله رب العالمين. كان في شرائع سبقت ممكن الانحناء، ممكن السجود، كما قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام وخروا له سجدا. كان معروفا، كان متداولا، كان من عادة الناس. أما عندنا نحن أهل التوحيد لا يجوز الانحناء لأحد. يا أخي لو أباحت الشريعة الانحناء كانت أباحت الانحناء
لعالم، لولي من أولياء الله، لامرأة تقية زاهدة، إنما كدت أن تنحني لزانية. لزانية يعني هل أنت تعقل ما تقول؟ أنا أسألك والله الذي لا إله إلا هو، أنا أحدثك وأنا أظن في نفسي أنك أفضل عند الله مني، ولكن يصل بك الأمر أن تقول على الشاشات ويروج في الإعلام أنك كدت تنحني لامرأة زانية وأقرت أنها أنجبت 2 من الزنا. أمال بتوع الخمارات بقى يعملوا إيه؟ وبتوع الليالي السوداء والليالي الحمراء يعملوا إيه؟ واللي بيسهروا في شارع الهرم وأمثال شارع الهرم يعملوا إيه؟ والراقصات يا عم الشيخ يعملوا إيه؟ ما أنت من أمثالك من خرج وقال الراقصة إذا ماتت وهي ترقص فهي شهيدة في سبيل الله. ما أنتوا فئة ضالة، ولكن ليت هذا الضلال يخصكم أنتم، إنما أنتم تروجون للرذائل، تروجون للفضائح، تروجون للسخف والمهازل. هذا ليس بدين. جبتها منين دي؟ يعني ايه العلم اللي عندك؟ ايه الباب الفقهي اللي عندك؟ ايه الفهم اللي عندك اللي وصلك انك كدت تنحني لامرأة زانية احتراما؟ يعني انت بتقول لكل واحدة قصر معها زوجها اذني ولا حرج. طب ما قلتلهاش ليه يا عم الشيخ ارفعي خلة، ارفعي طلاق بالضرر، اطلب انت تطلقي وانت حرة بعد ما تنقضي عدتك تزوجي، وما عجبكيش التاني برضه اتطلقي براحتك، محدش قال حاجة. انما بالطريقة دي نشجع على الزنا والفجور والخنا. بئس ما قلت. والله أسأل أن يهدينا وإياكم وأن يهديك إلى سواء السبيل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. معذرة أنا يعني تعصبت شوية، ولكن الأمر جلل.